لما نعمل كحك في البيت يتحدى المحلات يبقى شابوه لكل الستات. النهارده هديكي كورس مجاني تعملي بيه احلى كحك يتحدى اي محل حلواني. كحكايه ناعمه ودايبه وطريقه تخزينه، وخدي مني المقادير دي وانت مغمضه عينيكي. لايك كتير بقى للوصفه الحلوه بتاعتنا دي، وتعالي هاتيلي كيلو من الملبن. انا عامله مقدار ملبن بزياده شويه علشان هنعمل كحك على السخن وكحك على البارد، بس الفيديو بتاع النهارده هيكون الكحك البارد، والفيديو الجاي ان شاء الله هيكون الكحك على السخن. حطيت عليهم معلقتين كبار من السمسم المتحمص، وحطيت كمان معلقة كبيرة مليانة من السمنة البلدي، وابتديت أعجن كويس الملبن لحد ما يبقى معايا بالشكل ده. ممكن بقى الخطوة دي اختياري لو انت حابة تضيفي أي مكسرات مجروشة. أنا حطيت تقريبا 150 جرام من المكسرات المجروشة، فستق مجروش على عين جمل مجروش، وقلبت وابتديت أشكل الملبن. حجم قطعة الملبن بيتراوح من 5 ل 8 جرام، ما تزوديش عن كده علشان لو كبرت أكتر من كده بتخرج من الكحكاية وبتفتح في الفرن. بعد كده هنجهز دلوقتي المكونات الجافة. عندي كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، أو الدقيق الخاص بالكحك والبسكوت. بحط عليه معلقة صغيرة من ريحة الكحك ودي اختياري، معلقتين كبار من السمسم المتحمص، رشة صغيرة جدا في طرف المعلقة يعني ربع معلقة صغيرة من معالق الشاي من البيكنج باودر، ورشة الملح. ما تزوديش البيكنج باودر عن كده علشان تحافظي على النقشة بتاعة الكحكاية. بعد كده هنجيب 550 جرام من السمنة، يفضل طبعا تكون سمنة بلدي. أنا باحب في الكحك أعمل ميكس ما بين السمنة البلدي الجاموسي والسمنة البلدي البقري. السمنة بادخّلها التلاجة قبل ما أشتغل فيها بنُص ساعة، وباحط عليها 3 معالق كبار من السكر البودرة، وباضربها كويس أوي، يا إما في العجان يا إما أستخدم إيدي، ما فيش أي مشكلة خالص. الكحك مش محتاج عجان خالص، أهم حاجة إن إحنا لازم نبِث العجينة كويس. فالخطوة دي تقدري تستخدمي المضرب السلك، تضربي شوية لحد ما السمنة لونها يفتح، يعني دقيقتين 3، وبعد كده بتنزلي بالمكونات الجافة اللي إحنا حضّرناها. أهم مرحلة لنجاح الكحك هي بس الدقيق مع السمنة، الخطوة دي هي اللي بتدّيكِ كحكاية ناعمة وبتدوب دوب. لازم تبِثّي الدقيق مع السمنة كويس أوي لحد ما توصلي للمرحلة اللي هتشوفيها دلوقتي. الأول بيكون مفرول وبعد كده بيرجع يلِم، وبعد كده بيدّيكِ قوام عجينة طرية بس مش ملزّقة، مش ده القوام أبدًا اللي إحنا محتاجينه. القوام اللي إحنا محتاجينه اللي بيكون بالشكل ده، قوام عجينة ملزّقة كريمية عاملة زي المرهم بالضبط، كإنِّك عاملة بسكوت زبدة. زي ما عملنا بسكوت الزبدة في الفيديو اللي فات. لو أنتِ بتضربي بالعجان من وقت للتاني نزّلي العجينة اللي في الجناب علشان تتأكدي إنها اتخفقت كلّها بنفس المقدار. بعد كده بقى مقدار السوايل من نُص كوباية لكوباية إلا ربع، ما تزوّديش عن كده، علشان الكحكاية تطلع ناعمة معاكِ وما تبقاش معضّمة. باحط عليها ربع معلقة خميرة فورية صغيرة، ربع معلقة من معالق الشاي، يعني شوية صغيّرين كده في طرف المعلقة، وبرضه ما بنزوّدش علشان النقشة تبقى ثابتة معانا. باضيف الأول نُص كوباية مَيّة، ولو حسيت إن العجينة لسه محتاجة باضيف الربع كوباية، ما حسيتش إنها محتاجة خلاص. طب هاعرف كده إزاي؟ هامسك قطعة من العجينة وابتدي إن أنا ألفّها ما بين صوابعي، وأضغط عليها بالبصّامة، لو لقيتها شقّقت يبقى لسه محتاجة ربع كوباية المَيّة. اوعي تعجني العجينة بعد إضافة المَيّة، مجرد بس تقليب، المَيّة تختفي بنوقّف عجن تمامًا عشان العجينة ما تكوّنش عرق وتقلب قراقيش. الكحك السادة بيكون وزنه من 25 ل30 جرام، وزن الكحكاية اللي بتكون محشية بالملبن بتكون من 30 ل35 جرام، وزن الحشوة ما بيتعداش ال8 جرام أو 10 جرام بالكتير أوي. باعمل تجويف جوه الكحكاية وباحط قطعة الملبن وباقفل عليها وبابصم بالبصامة أو باستخدم المنقاش. تسوية الكحك السادة بتختلف تمامًا عن تسوية الكحك المحشي. الصاجات اللي بنعملها بنسويها أول بأول، الكحك ما ينفعش يستنى ولا يتخمر علشان النقشة هتروح. الكحك السادة بيدخل فرن مسخن مسبقًا على حرارة من 170 ل180، بياخد 30 دقيقة. الكحك المحشي بالملبن أو المحشي بالعجوة بيدخل فرن مسخن مسبقًا على حرارة 220، بياخد من 15 ل18 دقيقة بالكتير أوي. ما ينفعش يقعد أكتر من كده علشان الملبن ما يغليش جوه الكحكاية، فبالتالي يشق وينشف في الفرن. بعد ما باطلّع الصاجات من الفرن باسيبها تبرد تمامًا قبل ما باعبيها، وبتتعبى في علب وبتتغلف كويس جدًا بالاسترتش.